BYD Build Your Dreams. النهارده معانا ايه؟ البيلد يور دريمز. من هنا زي ما انتم شايفين الاي 2 الكومباكت هاتشباك بتاعتهم الكهرباء. نشوف ايه الحكايه، يلا بينا. ثمنها $21,000، منشأها صيني طبعا. مواصفة العربية كومباكت هاتشباك كهرباء اقتصادية جدا، مفروض طبعا خدوا بالكم. طيب ليها اخت اكبر شويه، السيدان اللي اسمها اي 3، فتك وتك. طولها ايه العربيه دي؟ 4 متر 240، قاعده العجلات 2 متر 610، التعليق الامامي ماكفيرسون والخلفي متصل كابت تورشن بار، عربيه اقتصاديه. اما بالنسبه لوزن العربيه فالاي 3 ده اللي لقيته طن 330، دي بنتكلم في اقل شويه من طن 300، فوزن كويس جدا على العربيه كهرباء كمان، بس طبعا هي صغيره. اما بالنسبه للبطاريه اللي هي تحتي بالظبط فهي 47.3 كيلو وات ساعه، بتدفع موتور كهرباء وحيد قدام هنا اللي هو القدره بتاعته ايه 100 كيلو وات، 134 حصان و180 نيوتن متر. ولو بصينا على العربيه من قدام فزي ما انتم شايفين كده في تشابه مع هيونداي قوي، الاي 30 والاي 20 الحته دي بالظبط. وطبعا دي شبكه زائفه تماما، ما فيهاش اي حاجه مسدوده لان دي عربيه مش محتاجه تهويه اصلا. وزي ما انتم شايفين الانوار برضو عاديه هنا هالوجين، والانوار بتاعت الاشاره برضو عاديه مفيش LED، بس من تحت عندي خط ازرق كده عشان تعرف ان دي كهرباء، واخده الخط بتاع الكهرباء وعلامه BYD. عربيه اقتصاديه بكل معاني الكلمه. من هنا دي الحته بتاعت الشحن السريع اهو. تعالوا نشوف الحته بتاعت الشحن العادي، مكان تانك البنزين بقى الناحيه الثانيه. تعالوا معايا كده اهو، ده الشحن العادي AC من هنا. اما من جنب العربيه فهنا بقى التشابه مع السيات ليون تماما تماما تماما. بص بقى الحته دي، الخط ده اللي جاي من فوق الاناره، وخط الكتف اللي جاي من فوق الاناره الاماميه يعني الليون معموله احسن شويه من كده، دي طبعا مبالغين قوي في الخط ده. والمرايه صغيره نسبيا. ارتفاع العربيه من الارض يبدو كويس جدا الخلوص، وبرده مكملين الخط الازرق اللي انتم شايفينه كان قدام عشان تعرف انها كهرباء. فيهاش فتحه سقف، والشكل يعني مديني قوي من الجنب ليون كده، مخلطه على كذا حاجه. الكاوتش 205 60 R16، وده ايه معدن وعليه كفر اوفر برضو. من الظهر زي ما انتم شايفين هي سيات ليون خالص بقى، يعني الجنب والظهر ليون من قدام الانترا، فالحكايه كلها داخله على بعض في العربيه. الحته بتاعت اللايت بار هنا بقى الانوار LED على عكس قدام كانت عاديه، هنا الانوار كلها LED. وزي ما انتم شايفين كمان نور الاشاره اللي هو الدايناميك اللي بيخش من جوه لبره، حلو قوي. ولكن الحته دي شبه الليون مفيش شك بالحته دي، بصوا اللي هي جايه من هنا كده ولفه من هنا فوق الانوار بالظبط، فيها تشابه جامد قوي مع الليون. وكاتبين لك هنا بيلد يور دريمز، بطلوا يستغنوا عن BYD لو واخدين بالكم، عشان يحسسك انها عربيه كهرباء بتاع. طبعا عندي هنا فتحات زائفه ما بتعملش حاجه، وحته ديفيوزر برضو ملوش اي لازمه. تعالوا نشوف الشنطه. شنطه العربيه مش صغيره على مقاسها خالص، 400 لتر، شنطه كبيره كمان يعني ممكن تقولوا، لكن ما فيهاش امكانيه تنزيل الكراسي 40 60 ولا حاجه. وعندي مقدره ان انا انزل الكنبه كلها حته واحده عشان تكبر قوي الشنطه، لكن ما عنديش المقدره ان انا اقسم. ولكن 400 لتر شنطه كويسه. طبعا غويطه زي ما انتم شايفين، مساحه التحميل او المكان اللي انا بحمل فيه غويط شويه، ولكن 400 لتر كويسه على مقاسها. تعالوا نشوف قاعده العجلات والكنبه الخلفيه فيها ايه. اوكي، الكنبه الخلفيه العربيه كلها قماش، والفرش عاملين فيه حركات يعني برضو بالازرق عشان يحسسك انها كهرباء وبتاع. قاعده العجلات 2 متر 610، قاعده العجلات كويسه جدا وبالترجمه لي كويس، بس الكنبه دي واطيه شويه فرجليك ما فيهاش دعم من تحت. ارتفاع الراس كويس جدا، يعني المكان لذيذ، ما عنديش مسند، ما عنديش مخارج تكييف، عندي مكان تخزين يا جماعه، ازازه صغيره ما يشيلش اكتر من كده. ولو بصينا على العربيه من قدام تعالوا نشوف الخامات. عربيه اقتصاديه، بلاستيك بلاستيك في كل حته، حتى عجله القياده يا جماعه ما هياش حتى بتاخد وتدي، يعني هي ناشف قوي. وفيها كنترولز من هنا بس. الاير باجز اللي في العربيه كام؟ 2 بس، انا مش لاقي اي اير باج ثاني. عربيه اقتصاديه جدا يعني موفرين فيها ثبات الكتروني وكله، لكن فيها 2 اير باجز بس. واديكوا شايفين عجله القياده 3 سبوك تمام. ومن هنا عندي شاشه الترفيه، وفيها حاجه حلوه قوي شاشه الترفيه دي، بصوا بتقلب كده، تقدر تقلب من بورتريت للاندسكيب. ده كده لاندسكيب اللي هو بالعرض، وبورتريت عشان لو عندك بيانات عايز تقراها كده. غير كده المواد كلها بلاستيك،
وعندي الحته الكونسول الطاير ده زي ما انتم شايفينه، هو مش طاير قوي يعني، من تحته في حاجه هنا، وعندي مساحه تخزين صغيره. من هنا عندي صف زراير بتاع انماط القياده والاي اس بي والهازارد، عاملينها في حته حلوه كده. وده الستارت ستوب بالصيني برضو يا جماعه. وده ناقل الحركه اللي هو شيفت باي واير، طبعا دي عربيه كهرباء، والفرامل الكهرباء في الحته دي معموله حلو. وعندي هنا بقى كروم، يعني حاجه حلوه. ومن فوق الغريب بقى ان عاملين انوار LED بالتاتش. اوكي، طبعا الشاشه اللي قدام السواق هي كمان ديجيتال، ولكن بلاستيك في كل حته. درج التابلو بلاستيك برضو ولكن كبير. اما بقى من هنا فعندي ايه؟ عندي 2 كاب هولدرز صغيرين قوي، وكمان USB عادي مش سي، غريبه جدا، ومخرج 12 فولت. عندي الحته دي ممكن افتحها ويجيب لي مساحه تخزين مش قليله. تعالوا نشوف نظام الترفيه بتاع العربيه. اول حاجه هتاخدوا بالكم منها ايه؟ الستارت ستوب بتاع العربيه بالصيني، يعني كان المفروض حطوا ستارت ستوب او علامه قفل وفتح عشان تبقى ابسط من كده شويه. ادي كاميرا رجوع، نقائها متوسط تمام، وفيها حساسات اماميه وخلفيه عشان تبقوا عارفين، فدي حاجه مش بطاله. نحطها في بار كده على طول. اوكي، وبقيه السيتنجز طبعا كعاده كل عربيات الصيني هتلاقي كل حاجه ايه يعني ما بين صيني وانجليزي، والسيستمز بتاعتهم اللي هي بقى لازم تشترك على بايدو ووي تشات عشان تبقى دخلت على السيستم بتاعهم، على المنظومه بتاعتهم. ومن هنا عندي التكييف بالصغير قوي، وممكن اجي هنا وافتح التكييف اوكي، واغير الحراره من هنا، يستجيب مش وحش يعني اوكي. ومن هنا طبعا ارجع هوم تاني، ولكن قفلنا التكييف بقى. تعالوا قفلته كده قفلته، انا اسف. نيجي على الحته بتاعت السيتنجز، دي الحته اللي تهمنا في العربيه. يهمنا كمان ايه؟ مش فيكل، الحته دي تفرق معايا اكتر، اللي هي درايف. تمام، الدرايف البريك فوت سنسنج، الحته بتاعت يحس بالبدال قد ايه، والاون رود اسيست. هم طبعا الالفاظ اللي بيستخدموها غريبه شويه. دي الحته اللي تهمنا جدا بقى، اللي هي الريجن بتاعت البطاريه الكهرباء، ستاندرد ولا لارجر؟ ايه لارجر دي؟ ايه يعني ايه لارجر؟ اكبر؟ ما علينا، غريب قوي. والانماط القياده ستاندرد، دايناميك، وكمفورت عادي يعني. خدوا بالكم هو موتور العربيه متواضع جدا، 100 كيلو وات، ده موتور متواضع على عربيه كهرباء، يعني 134 حصان و180 نيوتن متر، متواضع، بس هي وزنها مش تقيل. وبس ادي السيستم بتاعهم مش بطال، وفي حته بتاعت صوت تيبيكال صيني، لكن الحركه دي لذيذه وان كان بتاخد شويه وقت. تعالوا نشوف الشاشه اللي قدام السواق على طول بسرعه كده. ودي الشاشه اللي قدام السواق، في زرار كده يجيب لك السيتنجز من هنا او الحاجات اللي انا ممكن اشوفها. ده شكل الديسبلايز. تعالوا نشوف الشكل ده، مديني السرعه، شايفين المدى 77% البطاريه و234 كيلو اللي فاضلين لي، يعني بيقولوا 405 كيلو المدى بتاع العربيه. تعالوا بعد كده نشوف بقيه الحاجه اللي عندي، يعني تقدروا تنقلوا ما بين الانماط من فوق كمان، مش وحشه ونقائها مش وحش. اول لما هتسوق العربيه هتلاقي ايه؟ انه بتلعب برضو اصوات كده وهي على الهادي خالص. هم كلهم بيعملوا الحركه دي، العربيات الصيني غالبا دي يمكن عندهم قواعد لازم يلتزموا بيها. اوكي، بيقولوا مدى العربيه دي 405 كيلو، انا مستبعد. طبعا هي برضو كالعاده مرتبطه باسلوب القياده ومرتبطه بالزحمه والسرعه. والموتور كمان عشان تبقوا عارفين متواضع، 100 كيلو وات مع بطاريه 47.3 ممكن، فهم وبرضو وزنها مش تقيل قوي، فدي كلها مميزات. انا النهارده يا جماعه الجو اهانه فقط بس واحنا بنصور، فانا حاليا حاططها في المود اللي هي بترجع اكتر حاجه للبطاريه لما بتشيل رجلك، بس برضو ما فيهاش الامكانيه انها العربيه تقف خالص، ما بتوقفش، بتهدي لكن ما بتوقفش خالص. لو حطيتها في المود الرياضيه كده، انا حطيتها في المود الرياضيه وجايب لي السرعه واللي انا بستخدمه من القوه. شوف بقى كده على الاخر، ايوه 52 كيلو وات، والسرعه اوكي. الرؤية الأمامية كويسة جدا، الزاوية هايلة، المراية الجانبية تمام مش وحشة، عربية صغيرة قوي، والظهر برضو اوكي، لحد لو قعد في الظهر هيعيق الرؤية تماما. لكن الكرسي مريح وقماش ومريح، وضع القيادة ظريف. عجلة القيادة هي الملمس في العربية كله بلاستيك بزيادة قوي يعني، ولكن الحتة بتاعت الارتقاء بقى حاططها في مود سبورت أو إيكو، نرجعها إيكو تاني، مفيش فرق خالص. يمكن عجلة القيادة في إيكو بقت أخف شوية. التوجيه بتاع العربية أوكي
كويس مش وحش. وطبعا مع المود بتاعت الريجن دي انت مش بترفع، يعني مش بتفرمل اصلا خالص تقريبا زي كل عربيات الكهرباء، بترفع رجلك تلاقي العربيه هديت جدا. عزل الصوت النهارده يوم زي ما انتوا شفتوا تراب وهاوي جدا جدا جدا، يعني في عواصف ترابيه، واقدر اقول لكم ان عزل الصوت مش وحش رغم ان الهواء جامد جدا. كل ده عمال ارجع طاقه للعربيه فهتنبسط جدا. وزي ما انتم شايفين البطاريه حاليا 74 كيلو والمدى 225. في الملفات اوكي كويسه. طبعا عايزه اندرستير، ولكن في العربيات الكهرباء مفروض يقدروا يحكموا اكتر الحته بتاعت الديفرنشال الامامي، لانه السيطره على المواتير الكهرباء اسهل واسرع بكتير. انتوا عارفين دي واحده من المميزات، ان انت عايز كمبيوتر من الاخر يسيطر على العجله دي والعجله دي، ولانه كهرباء فكل حاجه بتتعمل في العربيه بتبقى لحظيه، عشان كده ممكن تاخدوا اداء في الملفات يمكن يبقى احسن. وهتشوفوها في العربيات اوريدي، ابتدينا نشوفها في الريماك مثلا النيفيرا. خبر ابيض، بس دي قصه تانية خالص. خلينا هنا مع البي واي دي الاي 2. عايزه اندرستير في الملف بوضوح يعني، لكن اوكي مقبوله جدا. تتمايل شويه مش كتير بس تتمايل شويه، وزنها مش جامد. هي دي الميزه في العربيه، ان الوزن لان البطاريه صغيره 47.3، فالوزن مش كبير في العربيه، يعني مش محمل خالص عليها. والكاوتش اللي حاطينه رفيع، فمش بتحس ان انت بتصارحها في الملفات، مقبوله. والهواء في وشي طبعا العزل اتضرب، بس ما اقدرش احكم عليه خالص، النهارده يوم عاصف. اما بالنسبه لشاشه الترفيه فباينه وكله، بس معيوبه قوي ان كل حاجه فيها صغيره بزياده يعني. شوف السرعه القصوى بتاعت العربيه وانا ماشي ضد الهواء بالظبط. ال 180 نيوتن متر في العربيه ضعاف. طبعا هي على السرعه دي الهواء بيجيبها شمال ويمين لانها خفيفه نسبيا. النهارده يوم هاوي جدا، واعتقد احنا كده تقريبا وصلنا للسرعه القصوى اللي هي غالبا تطلع السرعه الحقيقيه تطلع 140. هي عربيه مدينه باقتدار توفر عليك مصاريف كتيره جدا. انها وعلى فكره يعني هي تنفع عربيه عيله برضو، لان الشنطه كبيره نسبيا 400 لتر، زائد المساحه الخلفيه كويسه. هي بس الانتقاد المواد ونظام الترفيه عاملينه مايكروسكوبي شويه وصيني كالعاده قوي. نرجعها سبورت مود، بتقل عجله القياده بس، مفيش اي حاجه تانية بتتغير. كده انا البدال على اخره، بس في وشي الهواء، فزي ما انتم شايفين المعاناه بتاعه الموتور. والمدى بقى اتشحور عمال بينزل قدامكم. لو انتم مركزين على كاميرا العدادات. بس عجباني اللوحه اللي قدام، عجله القياده حلوه يعني، باينه وبسيطه وما فيهاش كلكعه زياده، عجباني. كانوا المفروض بسطوا الترفيه برضو بنفس الشكل. طبعا عربيه بالوزن ده في الهواء ده تلاقيها برضو الهواء بيخبطها شمال ويمين. ملف الاندرستير طبعا باين قوي. والتعليق المتصل الخلفي كابل تورشن بار ما بيساعدش في المطبات، عامله زي عربيه الملاهي شويه. مفيش احساس جايلي من الشارع قوي، في يا دوب هزه خفيفه قوي في عجله القياده، لكن عامه هي برضو مريحه. التعليق بتاعها لذيذ، وكمان الوزن مش مبالغ فيه فما بتنزلش في المطبات اي ما بتختص فيهم. زائد كمان الكاوتش سايد وول بتاعه يعني لذيذ، والتعليق هم مش عاملينه حد، فهي حلوه. لان اصلا انت مش هتعرف تجيب منها اكتر من 140، فمش مطالبه باكتر من كده، فعلى قدها بالظبط. طيب يا جماعه تعالوا نشوف تسارع العربيه عامل ايه. حطيتها في المود الرياضيه، فيها ثبات الكتروني وعليه علامه تلج، غالبا هو يعني معمول برضو للظروف اللي هي مزفلطه قوي، فهنسيبها على سبورت كده، هي مش هتفرق اصلا، العزم مش عالي. تعالوا نشوف ونشوف الزيرو ل50 هيعمل قد ايه. مفيش اي حاجه تتعمل غير الطلعه واخده راحتها جدا. خبر ابيض، هنوصل لل100. 13 ثانيه 43. مش هقدر اجيب اكتر من كده سرعه. وزي ما شفت العربيه اتسرعت من 0 ل 100 في 13 43، عشان كده هم بيقولوا الزيرو ل50، غالبا هم مكسوفين من رقم الزيرو ل 100.
اوكي، عربيه مدينه باقتدار، تسافر بيها 405 كيلو؟ لا ما تهيأليش، يعني اخرها مثلا تبقى 300 كيلو في السفر، يمكن اقل كمان المدى الحقيقي بتاعها. وسط المدينه هتستفيد من الوقوف المتكرر والزحام وكده اللي هترجع شحن العربيه زي كل عربيات الكهرباء، فممكن تشوف 350، صعب قوي 400 يعني، مش شايفها يعني، بس يمكن هنشوف الملاك لو امتلكوها وقالوا رايهم ايه في العربيه. بالنسبه لوسائل الامان في العربيه، وسائل الامان متواضعه شويه، 2 ايرباجز قليل شويه، وفيها اي اس بي زي ما شفتوا. تحب اشوف على الاقل 4 ايرباجز في عربيه زي كده، لكن هي اقتصاديه واضحه جدا ومعموله للمدينه برضو واضحه جدا. المساحات اللي فيها كويسه جدا مفيش شك، ومن جوه فيها كام لمسه عصريه، لكن المواد المستخدمه بلاستيك. التصميم هيونداي خالص من قدام، خالص من الجنب سيات ليون، من الظهر سيات ليون برضو مفيش شك فيها يعني، لكن اوكي ظريفة وكله من جوه، وبتقدم مساحات لذيذة ومش وحشة. والفكرة العربيات الكهرباء دايما مصاريفهم قليلة جدا ما فيش شك، فهي أفضل كتجربة في القيادة ويمكن امتلاك عن إن أنت تتفرج عليها من بره، فيها ملهاش هوية. بس ده رأيي في العربية باختصار، ولو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام. New energy. Own the future.